كاين الصوت. نقدم لكم راسي. انا سميتي في الاول كنت دخلت ديما علي، كنت شيعي. اول سميه دخلت بها هي ديما علي. تخاصمت مع المراه واحد 3 شهور، كانت عندي الحرب في الدار، وانا نسمي راسي لاغيغ ديال. بقيت واحد 2 شهرين في الغرفه، كنت صدمت ما كنهضرش. وكانت الغرفه ديال انطرانيك المسيحي يتمجد في المغرب. كنظن في الوقت اللي كنت معاه ربما حتى الاخ سلوبو، الاخ ام في بي، بارول دو ديو، الفو، سيكوريت. شكون خولي كان قال لي منصف، ميغا مونتاياس، من توا من المحاربين القدام. ولكن اصلا الغرفه ديال المسيحيين مغاربه، ولكن الغرفه ما كانتش مغربيه، كانت ديال واحد السوداني، ياك الاخ سلوبو، السوداني سميتو انطرانيك. وكانت الاخت اخت ارتيميسيا، قوس بن قزح، لا بيرل فيرت، بارول دو ديو. السبب اللي خلى محمد رسول الله يتزوج، لا نو خلينا نقول لك، بغاو نعاودوا على التاريخ وي. كان هاد انطراني كيستعمل واحد الاسلوب ديال استفزاز فظيع، نفس الاستفزاز، ولكن كان واحد الانسان سوداني اللي كيمارسو على المغاربه. سمعتي؟ واحد الانسان سوداني كيمارس هذا الشيء على المغاربه. حنا كنشوفوا، انا كتبان ليا الانسان عنده الحق، ولكن كيستفزني انا في الوطنيه ديالي بحيله. وكاع كنا كنحسوا هذا الاحساس، حيت فاش كيهضر على القحاب كيمشيو للسعوديه الا قال لك واحد مغربي الدنيا هانيه، ولكن واحد سوداني كيقول لك القحاب من المغرب كيديروا الصف وكيمشيو للسعوديه يتحواو. كتجيك في شكال، كتجيك النفس اكزاكت. انا سمعتك انت اسلوب، وكتطلع وكدور فيه وكندوروا فيه كاملين، ولكن هو الحقيقه. ولكن كتجينا حنا واحد السوداني هو اللي قالها لينا، ما عجبتناش وي. واحد النهار كيجي انطراني كيلقى الغرفه مسدوده، وتحلت واحد الغرفه. انا داروني ادمين بعد واحد الوقت، واحد الخطره طلعت غوت عليه مزيان. وفاش طلعت كنغوت عليه، هذاك الحر ديال الاسلام، الحر ديال المنجل ديال الاسلام خارج ليا من زكي. يعني انا وصلت لواحد المستوى، انا على مستوى الدين ما قدرتش نجاوبه، ولكن الوطنيه ديالي هي اللي استعملتها كسلاح باش نخرج هذاك المنجل. يعني خرج مني الاسلام، ما عندي ما نقول في الاسلام، ولكن هذا الانسان فيه واحد الغضب خصني نوظفو. ووظفتو في المداخله ديالي، وعقدت على المداخله بانه قلت ليه علاش كتسب المغاربه، وعلاش كاين اون انفينيتي ديال الحوايج اللي غادي تقول، وانت غادي تختار اخيب مثل باش تعبر لي على واحد الحقيقه معينه. زعما راك ضريتيني، المنجل كيخرج، اللي فهم شنو هو المنجل، هو الاسلام. واحد الشيخ اخرى اللي كيدخل فيك وكيعواج فيك، وفاش كتبغي تخرجو ما كتعرف راسو من رجليه. كاين الصوت الاخوه. وهي هذيك دوزنا واحد 2 سيمانات 3 ولا شي حاجه بحال هكا. وقع واحد الخلاف، سلوبو راه كان حاضر في هاد لا ترانزيسيون من المغرب يتمجد في المغرب، في المسيح يتمجد في المغرب لشي ما عرفتش شي وحداش كدارنا مؤقته. المهم جاء انطرانيك لقى الغرفه خاويه. علاش؟ حيت انا كنت ادمين، سديت الغرفه ديال انطرانيك وحليت الغرفه ديال المغاربه. غير باش نقول بان هاد لا ترانزيسيون من الكونترول ديال المصريين والسودانيين ها كيفاش وقع. الطريقه باش خرجت من الاسلام، خرجت بشويه خرجت. علاش؟ حيت كان الاخ بارول دو ديو صاحبي دابا شي 28 عام هادي وزياده، انا دابا شي 30 عام. وفاش كنت انا شيعي دخلت للشيعه، هضرت معاه، سمع ليا، عطاني ودنيه ب3، عطاني كيسمع ليا. داكشي اللي كنقول كله كيسمع ليا مزيان، وكيحاول
يسمع، حيت عرفني انا صاحبو، عرف الا جبت ليه شي حقيقه راه ماشي شي واحد زعما غنجيب ليه شي كاربج، راه لابد غتكون فيه واحد النوع من عنده واحد لا فالور. كاين الصوت الاخوان، كاين الصوت فعلا. فاش كنت كنعاود لي انا على الشيعة كان كيسمعني وداك الشيء وكيامن بيا وكيمشي بحات وكنقول ليه انا كيفاش، حيت سبقت انا في هذا الميدان في 94 وليت شيعي. منين جا هو كيعاود لي على الاسلام، انا كنت اوبليجي كانسان، يعني كنشوف ان اوبليغاسيون هذا الانسان فاش جيت نعاود ليه على التخاريف ديال الشيعة سمع ليا، فانا وليت اوبليجي ما نقدرش نقول ليه لا لا ما تعاودش ليا. غادي يقول لي وعلاش انت فاش جيتي عندي انا قلت لك عاود ليا، انت خصك تقول لي عاود ليا. ما يمكنش باغول دو ديو غادي يجيب ليا واحد شي حاجه ما عندهاش اون فالور، فالور نسبيه بطبيعه الحال بالنسبه ليه هو. وبقيت كنسمع ليه تقريبا شي 5 شهور 6 شهور وانا كنسمع ليه، كنسكت وكنقول ليه اوكي عاود ليا، وكيبقى يعاود ليا وانا ما كنقولش نقدرش نقول ليه لا. وفعلا كيعاود ليا شي حاجه بطبيعه الحال، واحد الحاجه اللي وقعت ان اكسيون، كاينه واحد لا رياكسيون. وقت ما قطعت معاه كنبقى نفكر في هذاك الشيء، كيبدا يرجع ليا لدماغي، وبشويه بشويه بشويه واحد الخطره غادي وباقي عاقل على الوقت والبلاصه اللي دزت منها، فين حسيت بان صافي انا ما بقيتش مسلم. ما عرفتش دازت بحال كتشوف شي نبته، في شي ورده كتكبر، اولا شي ربيعه كتكبر، اولا تحط واحد مثلا نقولوا حنا حمصه ودير عليها التراب وتكب عليها الماء وتريح حداها، ما غاديش تشوفها امتى خرجات. علاش؟ حيت كتمشي بواحد بحال ليفوليسيون، كتمشي بطيئه لدرجه انها ما كاينش واحد الموفمون لي فيزيبل العينين ديالك نتايا، ولكن الا زربتي لو بروسيسوس كيبان لك. ولكن بما انك شي حاجه كتختلف من فراكسيون 1 مليونث اوف سكند الاخرى، كاين واحد شونجمون ديتا في واحد شي حاجه قصيره ديال لو طون، كاين ان شونجمون ديتا مثلا 1 مليونث اوف سكند عندها تاثير على شي حاجه كتكبر. Stop criticizing Islam, it's your problem, be objective. وهذه هي لوبجيكتيفيتي الاخ. انا كنظن بان كنقلبوا على لوبجيكتيفيتي في الحياه، لحقاش الا بغيتي تنجح في الحياه خصك تكون اوبجيكتيف. اشنا هي لوبجيكتيفيتي؟ هي انت والبيئه اللي كتعامل معها تكونوا غاديين في واحد لا كويرونس. هذه هي لوبجيكتيفيتي، لحقاش هذه هي لا لوا اون جينيرال. عندك واحد البيئه تاقلم معاها، والا ما تاقلمتيش مشيتي، يا اما مشيتي على المستوى الفردي، يعني جيتي في الحياه عشتي كالحمار ومشيتي، هذه راه حتى هي ضعتي في الحياه. الا جيتي انت، انا خلقك الله دي مليون دو شوا، دي مليون التيرناتيف في الحياه ديالك، وانت قيدتي راسك بواحد الميخي كيعيش في الصحراء، فانت يا حمار. علاش؟ حيت الانسر عندك هي ماشي هي بي وسي ودي فهمتي؟ اذا السبب ديال الالم ديال الانسانيه هو انك تعيش في واحد البيئه اللي انت ما عندكش معها علاقه. ما يمكنش غادي تمشي للصحراء وتلقى فيها ورده، كيف ما يمكنش تمشي فين كاين الماء وغادي تلقى فيه شوكه. علاش؟ حيت الطبيعه كتقول لنا اوكي، الا مشيتي للصحراء غادي تلقى فيها شي حيوانات خايبين، غادي تلقى فيها واحد الفرخ كان عنده الشعر ولا نسر ولا العنق ديالو عريان وراسو عريان باش يخشي راسو وسط واحد الحيوان وياكلو. هادشي اللي كنشوفو. هذاك النساء ديال الصحراء لا علاقه له بالنساء ديال الماء. اذا هذاك النساء ديال الصحراء خصو يتاقلم مع هذيك الطبيعه باش يعيش، ولكن الطبيعه كتولي لنا بان طريقه تاقلم الكائنات الحيه مع الصحراء تختلف. اذا اش غادي يدير؟ اشنا هي اللي جبتيو الانسان من الطبيعه؟ كنعرفوا بان الحيوانات اللي كيعيشوا تما واللي تيفوليو تما كيعطيونا حيوان خشن، حيوان خايب ما كتبغيش تشوفه. واش واحد الحيوان جايك من الصحراء بحال واحد الحيوان غادي تلقاه في تروبيكوس، غادي تلقى هامين بيرد، غادي تلقى لي بيروكي، ما غاديش تلقاهم. فين اش غادي تلقى في الصحراء؟ غادي تلقى واحد الحيوان اللي فرضت عليه الطبيعه يكون خايب. يعني الا كان نسر كيطوال العنق ديالو وكيتحيد منه الشعر والراس ديالو كيعود صلع. علاش؟ حيت الطبيعه
كتفرض عليه يتبدل باش الله يقدر يخشي راسو وسط واحد البهيمه. تخيل معايا واحد الفرخ اللي اصلا خصو ياكل لي غران، خصو ياكل الروز، خصو ياكل العدس، خصو ياكل الكبال، خصو ياكل ولا خاشي راسو وسط بهيمه وكياكل. المشكل هو انه ما يمكنش تاكسبتي الانسان من هاد الطبيعه هذه. الانسان الا حطيتيه في الصحراء تا هو خصو يكون خاشن. الا ما كانش خاشن على المستوى ديال الفيزيونومي ديالو، راه غادي يكون خاشن على المستوى البسيكولوجي ديالو. علاش؟ حيت ما يمكنش تحط واحد الانسان في واحد البيئه كلها خاشنه وهو ما تاثرش عليه. علاش؟ حيت هو خصو يشرب من هذيك البيئه. كيف ما هذاك مثلا التمساح اللي ولا اللحم ديالو كله قشور وخايب وخشن، وكتشوف دوك الحيوانات اللي كياكلوا مثلا شي بقره ميته وكيخشي الراس ديالو وسطها باش هذا كيكون واحد الحيوان. علاش؟ حيت الطبيعه فرضت على ان الجمال يكون حدا الماء وان الخشونه تكون حدا اللي ما كايناش الماء. علاش؟ سي لا لوا. واحد الانسان اللي كيعيش حدا الماء راه كتوفر لك، راه ما يمكنش. anyway ربما وصلتكم الفكره. هو انه كتعيش في هذا الوجود. اشنا هو هذا الوجود؟ الوجود كتجي كتولد وكتمشي، ولكن في لو بروسيسوس انت كتختلف على الحيوان. الحيوان كيشوف ليمونه هذيك شنو هي ليمونه؟ اش كيشوف ليمونه؟ الا كان مثلا بقره ولا شي حاجه، ليمونه قدامي، عندي واحد الرغبه ليها سا سوفي. انت كنقول لك الليمونه فيها العصير تروبيكانا اورانج جوس، كتفكر في فيتامين سي، كتفكر في واحد الحقل ديال هذا، كتفكر في الكوفيتي ديال الليمونه. هذا هو الفرق ما بين الانسان والحيوان. يعني ان هذا الوجود عنده كثير من داك الشيء اللي وصل ليه الحيوان في المعرفه ديالو. اشنو مطلوب منا هنايا؟ مطلوب منا نجي ولدو. ولكن الا جيتي لواحد العالم وعندك واحد الحريه التامه باش تعيش بواحد الطريقه اللي كتاقلم مع المجتمع ديالك. غادي الالمانيا حيد هذاك الوسخ ديال البلاغي وديك الشوهه اللي كتديروا في بلادات الناس. خصك تاقلم مع هذاك المجتمع ديالك. اذا انت اش درتي؟ عندك واحد دي زوبسيون كثار، ولكن انت اختاريتي باش تعيش بواحد الطريقه ديال من ماشي افلاطون، ماشي شي حاجه جابها العلم. انت تابع ليا اسامه بن لادن وتابع ليا شي وسخ 1400 سنه هذه. يعني كاع هاد لي زوبسيون اللي عندك في هذا الوجود وانت ما اختارتي غير واحد البيئه اللي كتولد لك الفرخ ديال مو ما عندوش الزغب في راسو. شي حاجه انكرويابل. بحال اسامه دخلوا عليه ما شافهمش، قتلوه. علاش قتلوه؟ حيت دايرين نايت غاغوس، اعجاز علمي. انت ما كتقدرش تشوف واحد دخل عليك غربي كيشوفك بالليل وانت ما كتشوفوش. اذا هذا اش غادي نقول لكم الاخوان؟ المشكله راه ماشي هو المعتقد. اعتقدوا راه كاع الناس. انا فكرت فاش قال الاخ جبريل، قلت كون غير كان المغرب كله كريشنا بنادم مصلع داير قرن، ومره كيبان لك هازين شي تابوت ديال شي واحد ملبسينو البيض هاري كريشنا، والجوانات الجوانات لابد هاري كريشنا باش تبقى تعاود هاري كريشنا مليون مره في النهار، راه خصك تكون ضارب الجوان. anyway المهم هادشي اللي كنديرو الاخوان. عاودنا شويه على الحياه ديالنا مع هذا البالتوك. اش غادي نقول لكم؟ انا ما عرفتش. ربما الا داونا هاد الغرفه الاخوان السبيطار بصراحه غادي يلقاونا كاع عندنا مشاكل. واش كاينه هادي ولا ما كايناش؟ كل واحد كيشوف القرارات ديال ذاته، كيقرا الحياه ديالو، تيقول كاين واحد البورسونتاج بانني كنجي لهاد الغرفه بانني انا عندي واحد المرض نفساني. ولكن السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش تكبر في واحد الواقع ديال المغرب وما يكونش عندك واحد المرض نفساني؟ الطبيعه كتقول لك انت كتكبر كطفل يجب العنايه، وراث العنايه صافي. اش نو الطفل كيتسمى العنايه. واحد الطفل كتولدو كتعتني به. كتمشي للمغرب عندنا مثلا وبسبب الاسلام اشنا هو ما كان كيهضر الاخ على بن قزح كيهضر على التلاميذ. واش كاين الصوت؟ كاين الصوت ياك ما طولت عليكم كما
او شيت الله يزهق. اوكي يا ما قلت والو فيليس، هذا محال. واش فيليس ديالنا فيليس واش ترضعوا؟ خذوا المايك، خذوا الاخوه. شكرا. الو فين الصوت الاخوه؟ لا عرفت اش بغيتي دير، بغيتي اش غادي نقول لكم. هذه ظاهره، باش كنعرفوها ظاهره، حيت شي حاجه بحال كدير شي واحد شويه كيطلع هذيك لا كورف كتطلع الفوق او كتهبط. يعني المجتمع المغربي كان غادي مع الاسلام، وشويه وقعت واحد الظاهره مهمه في تاريخ المغرب، وكنحاولوا نشوفوا على مستوى السوشيال ميديا كيفاش السوشيال ميديا خصوصا البالتوك ساهم المساهمه ديالو. كاين الصوت الاخوان، كاين الصوت. المساهمه ديالو في هاد الظاهره، حيت هذه ظاهره لا يستهان بها. الهضره ديال اليمنيين لا يستهان بها. علاش؟ حيت هي كتشارك في واحد المجهود ديال اون ريفليكسيون ديال واحد تحركات في المجتمع ديالنا. وكان المساهمه ديال بالتوك خصوصا فيما يخص محاربه الدين الاسلامي. هو هذا يعني واحد الايديولوجيه صحراويه ديال الاسلام هيمنت على واحد المجتمعات لواحد المده زمنيه ديال 1400 سنه، وفتره شي حوايج اللي لمده 1400 سنه ما عمرهم تحطوا على ارضيه الواقع. ولات واحد الموضوع كبير في المغرب. علاش ولات موضوع كبير في المغرب؟ حيت ظاهره. اشنا هي الظاهره؟ الظاهره هي شي حاجه اللي ما عمرها كانت، وشي حوايج دفعوها تكون. اشنا هما الحوايج اللي دفعوها الظاهره تكون؟ هو انه المجتمعات ديال الانسانيه غاديين بواحد السرعه في واحد الاتجاه، ولكن هاد الناس اللي عندهم هاد الايديولوجيه باقين لاصقين في هذاك الشيء، في هذه الايديولوجيه. بحال الاخت بشرى والاخت المسلمين اللي هنايا باقين عايشين في واحد الزمان ديال 1400 عام هذه، كيحاولوا يلبسوا ديك الشخصيه، يتنمقوا ديك الشخصيه ديال هذاك الانسان اللي عايش في الصحراء والقبيله ديالو السلف الصالح ما شفت شي حاجه صالحه فيهم. كيحاولوا يعيشوا بهذاك النمط ويكونوا قدوه الانسانيه بهذاك النمط اللي هو شي حاجه اللي ابسوليت، شي حاجه للانسانيه فات هذاك الشيء. وربما كل الانسانيه ما توسختش بهذاك الشيء كنت تحررت شحال من عام. وكان عندنا واحد مارتن لوثر كينغ شي 600 عام هذه، وانتهينا من هذه المساله ديال الحريه والعبوديه وهذاك الشيء. وهذا الشيء جعل المغرب يعيش واحد الفتره. وكاينين بزاف ديال العوامل. كاين واحد اولا الاسلام بدا كيبان على حقيقته. علاش؟ حيت الناس غاديين في واحد الاتجاه، والاسلام غادي في واحد الاتجاه معاكس. مثلا النفس الانسان ولات عندها قيمه، وليتي كيعطيوك احصائيات في كل دوله شحال من واحد مات في الكسيده وشحال من واحد مات في السبيطار. الوقت اللي كان عندنا وفي المجتمعات كامله ما كانش كيهم شنو هو الانسان، كتدخل كتقتل اذا هنا كنشوفوا ان الانسان ولا كيتهز بالهليكوبتر باش يمشي للسبيطار، في حين ان واحد تيقول لك السبي حلال. يعني واحد، هل الانسانيه فين وصلت في حقوق الانسان؟ وهل الاسلام فين وصل؟ باقي كيدعي لشي حوايج اللي حنا انكرويابل. ما كنعتقدوش مثلا بان واحد الانسان غادي يدخل يسبي عباد الله، ما كنعرفوش بان واحد الانسان. حتى الحرب ولا عندها واحد المفهوم، الحرب ولا واحد الماتش كنلعبوا هذا الماتش وكنديروا قوانين ديال هذاك الماتش وكنتعاملوا وكنساليو وكنقولوا اوكي غلبتيني الله يعاوننا ويعاونك، حنا خوت كيف ما دارت الالمان والجابون. شي حاجه ما عندنا قوانين. الاسراها كيفاش كنهجموا ما كنقتلوش لي سيفيليان، كنقلبوا على الناس اللي عندنا معاهم مشكل، حيت هذا هو القوانين. حتى داك اللي شاف فيكم داك الفيلم ديال اسامه بن لادن كيفاش كانت هذيك لوبيراسيون ديال اوباما اللي دار اوباما ودار هذاك الشيء. بوش جاب داك يغوت كيقلب على صدام حسين واوباما والغوات والصداع وتيقول لك كل نهارهم لا ماشي لقاوه.
العز ديال اوباما جا من تحت قاد المسائل كلها بقات ساعه ولا ساعتين، هذا قال لهم اوكي، عطاهم الخبار قال لهم ها كيفاش، يعني شي حاجه مدروسه بان هاد الناس غادي يدخلوا غادي يهزوا اسامه بن لادن، ماشي الدراري الصغار والعيالات اي واحد ما غاديش يشوتيك. يعني هذا قوانين درناهم. كيجي الاسلام تيقول لك هذوك القوانين اللي وصلت لهم الانسانيه بعد واحد طور من الزمن، يعني تراكمات ديال الصقل الحضاري وصلتنا لهذا المستوى ان خصنا نديروا شي قوانين الحرب، خصنا نديروا شي قوانين لحقوق الانسان. كيجي الاسلام كيضرب كل شيء في زيرو، كل شيء كيضرب، تيقول لك السبع حلال، القتل حلال، الذبح حلال، الرجم حلال. يعني غادي نبقاو، يعني احنا كانسان ديما غادي نبقاو همجيين، وهذا هو حقيقه الانسان، حقيقه الاسلام. الاسلام تيقول لك بان انت خصك ديما يبقى عندك السبي، خصك ديما يبقى عندك الرجم، خصك ديما تبقى تحد على هذاك المسيحي ولا هذاك اليهودي ولا هذاك اللي كيخالفك. وهذا الشيء راه كيخلق لنا مشاكل. المشاكل اللي خلق لنا هو، شوف مع اوروبا مثلا، كاين صوت الاخوان. انا خرجت على الموضوع الاخ بغوليتير، خرجت على الموضوع، ولكن كنقول اشنا هو هذا الشيء اللي بغينا حنا نعرفوا شكون هو اللي داوى. كنعرفوا شي حوايج كنعرفوهم، هو انه لا باز ديال هذا الفكر اللي كيدور في هذه الغرفه هو جا من عند انطرانيكو الاقباط. ومن عند انطرانيكو الاقباط كانوا شي اعضاء اللي هما من بينهم الاخت سلمى معترف بها، كاين الاخ مودرنيتي معترف به، الفو معترف به، بارول دو ديو معترف به، بزاف ديال الاعضاء اللي كونوا هاد. كاين واحد الاختلاف ما بين هاد الغرفه والغرفه الاخرى. المواضيع في هذه الغرفه الاخوان محدوده، ربما حيت الكميه ديال الناس اللي كيدخلوا كتبغي تختار شي مواضيع اللي تكون تهم. حنا كانوا كيدخلوا ديك الساعه 35 الى وصلت 40 راه نهار كبير. راه كنقولوا كان كيقولها ديما مودرنيتي وكنخر عليه بالضحك. كتوصل 35 تيقول لك الغرفه مطرطقه. كاين الصوت ما عرفتش اش واقع. المهم هاد الناس كيحاولوا يعاونوا عباد الله. المهم مواضيع كنا كنفتحوا، ماشي مواضيع كندخلوا. وبزاف كانت كتكون هذه، حيت كتكون الغرفه قليله، كيكون واحد العلاقه اجتماعيه بلو كبيره. علاش؟ حيت كيكون بحال كتقول قسم صغير، كل واحد كيعرف سميت الاخر، وكتدخل وكتعرف شكون غادي يدخل وشكون يلاه دخل. ما بقاش هنا كتدخل الغرفه وكتلقاها في الصباح 80، كنتي كتسنى حتى 9 ل 10 11 ديال الليل باش كتوصل 35. جاوب ليك بيا اللي لومبيلونس هذه لومبيلونس. اش غادي نقول لك؟ انت كتسمعها لومبيلونس، اش غادي نقول لك انا؟ راه كل نفس ذائقه الموت. كاين صوت الاخوان. اذا هذا الشيء واقيلا اللي بغى بروليتير بغى يعرف اشنا هو التاريخ ديال هذه الغرفه. تاريخ هذه الغرفه هذه ما نساوهاش، خصها ما تنساش بان السبب ديال هذا الشيء هو المسيحيين. المسيحيين هما السبب ديال هذه النهضه هذه اللي وقعت في الاسلام، وماشي المسيحيين، حيت التفرقيع هو اللي بدا. هذا التفرقيع اللي وصل ليه بنادم ولا كيتفرقع فاش كتكون غادي وكتلقى مثلا جرانه تفرقعات، كنتي كدور في الغابه بحال هكا بانت لك جرانه تفرقعات، غادي تسطى. لا بد ما توقف وقفه رجل واحد وشوف اش وقع لهاد الجرانه. انا وقعت حتى في الامريكان، مشاو لقاو الجران عنده 6 ديال العينين و5 ديال الرجلين. قالوا اوكي الى الجران عنده 6 العينين و5 ديال الرجلين، اذا راه حنا بحال الجران، حتى حنا نو سوم دي اسبيس وحنا والدين الطبيعه. خصنا نشوفوا اش وقع لهاد الجران. وفعلا فاش كيشوفوا بنادم كيتفرقع تيقول لك امبوسيبل واحد الانسان يتفرقع. اشنا هي لاكوز؟ ما كاينش اشنا يعني يتفرقع هكاك ما عندهاش واحد المعنى. واحد الانسان خصو يدافع عن الحياه ديالو، يموت دفاعا عن الحياه ديالو. هذا الشيء اللي كتعرف الانسانيه. ما كتعرفش واحد الانسان كيمشي يتفرقع باش الناس يسمعوه في العالم، يخلق ضجه، يدار في النيوز. ما كانوش كيعرفوا هكاك، كيعرفوا دي كريمينال، ولكن كتكون عندهم كريمينال كتقرا الحياه ديالو سي ان كريم، ولكن ما كتقولش هذه ايديولوجيه. وهنا فين بداو الناس كيبحثوا في هذا الاسلام، فاش ولاو الارهاب بغاو يقراو كيفاش اشنا هو اللي كيجعل هاد الناس هادو. بغينا نعرفوا اشنا هو فعلا
هادشي اللي كيديروا الناس، هذا هو لا لوجيك ديال الحياه. واحد الانسان عنده مشكل ديال العظام كتقلب ليه على سبيسياليست ديال العظام. واحد الانسان كيتفركع اذا عنده مشكل ديال الايديولوجيا، اذا خصك تقلب هذاك الدماغ ديالو اش فيه لداخل. علاش؟ حيت هذه هي لا سيونس. كتشوف شي حاجه وكتقول اوكي خصني نحلل هذه المساله باش نوصل للنتيجه اشنا هو. بحال شي موتور كتلقى الطوموبيل ما خداماش كتقول اوكي خصني تكون عندي معرفه بالباتس ديال هذا الموتور والوظيفه ديال كل حاجه في هذا الموتور. وفعلا داكشي اللي داروا شدوا العقل هذا قالوا كيفاش هذا الانسان كيتفرقع. ورجعوا بداو كيقولوا لنا ها اللي كاين في هذاك لو بروسيسوس باش يقولوا لنا ها اللي كاين في القران. بداو هما كيكتشفوا شي تخربيق اللي كاين في القران ما عنده حتى شي علاقه. وكاين واحد الحاجه كبيره هنايا هي الامنيجيا. الامنيجيا هي بنادم مقرقب، القرقوبي بمعنى الكلمه، بنادم مبنج. حيت مثلا الا قلت لكم السبي حرام دابا، وحرام حتى في 1984 و72 و69 و63. ديما شي حاجه كتقول اواه كيفاش غادي تدخل تسبيع عباد الله. هذه مساله عاديه، ما خصكش توصل عندك 50 عام عاد يجي واحد يشرحها لك. بحال شي واحد قال لك في عمرك 15 عام قال لك شنو هو الحليب، قلت لي ما كنعرفش شنو هو الحليب. امبوسيبل ما تعرفش شنو هو الحليب. غتعرف بان واحد الحليب شي حاجه اللي كبرتي بها وزدتي كتردها، اذا كتعرف بان هذاك الحليب كيجي من المراه وكيجي من البقره، وبانه كاين في السوبر مارشي حيت جا من البقره وداروه في كرتونه ديال الحليب. وكتعرف بان الحليب نفس الشيء. واحد الانسان اللي كتقول لي السبي خصو يعرف بان هذه حشومه تدخل على واحد الناس وتاخذ الناس ديهم معاك، ديهم تبيعهم وتشريهم. تقدر تستعبدهم هما يخدموا في الارض ديالهم وتاخذ لهم الارض ديالهم وغير توكلهم وتشربهم. تقدر تشدهم وتجوعهم ما ياكلوش غير يخدموا، ما عندهمش الحق ياكلوا، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن ملي كتشد هذوك الناس وكتخرجهم من المجتمع ديالك، علاش؟ باش تمشي تقويهم. هنا كندخلوا لشي حوايج لي انكومبارابل مع داك الشيء اللي وصلت ليه الانسانيه دابا، شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش عقل الانسان. واش السبي ما كنعرفوش؟ كنعرفوه. واش كنعرفوا بانه خطا؟ سا ديبون على البيرسيبسيون. واش انت مقرقب او لا ما مقرقب؟ غنمتم فلله ورسوله الخمس. ويجيبوا لك احاديث وقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 واحد، وخدا جويره بنت الاعوار، وخدا صافيه بنت المغنام، ولا شي لعبه بحال هكا. ولكن واش ما كتبقى تقول اوكي في السبي كيفاش غادي نديروا احكام السبي؟ وخصك تشوف اولا هو السبي اشنو اللي بغيت نهضر عنه. بغيت نقول بيفور اند افتر. واحد الوقت كنتي كتقرا السبي كتقول الغزوات كتجيك عاديه، ولكن الا قريتي بهذا المنظور كتقول وك عباد الله. كتقول لي خليني نعاود لك الاحكام، كتقول لي لا ما غاديش تعاود لي الاحكام ديال السبي. السبي ما يمكنش تسبي بنادم او ديرها. غادي نقول لك الاحكام لا نقول لك علاش لا، ما تقولش لي علاش. يا با اون ريزون باش غادي ربما في هذاك الوقت داروها المسيحيين.